السلام عليكم يا فندم. دايما كده بيبقى عندك صاحبك اللي بيقول لك على حاجات محدش يعرفها غيره هو بس. يحكي لك مثلا انه طلع الجمعه اللي فاتت اسماعيليه اكل عندهم مانجا بنفسجي بيزرعوها في جناين موجوده تحت الارض. بيروح مثلا دمياط بياكل من عندهم مشبك بس دايت من غير سكر ولا عسل. وعنده واحد بتاع كبده معين بيشتري منه من ميدان التحرير، عشان تنزل له لازم تستخبى ورا التمثال اللي في وسط الميدان عشان تنزل سلالم تحت الارض وتروح لبتاع الكبده ده. عارف بقى القصص دي؟ هو برضه في مجال العربيات في حاجات كده، حاجات مستخبيه محدش يعرفها غير ناس قليله ومحدش واخد باله منها. زي مثلا العربيه الجي اي سي الامكو دي، وامكو دي مش شتيمه بالشامي، لا على العكس تماما، دي واحده من احسن العربيات اللي ممكن تشتريها دلوقتي في الفئه العائليه بتاعه رينج 1.5 مليون ده. فالنهارده عايز اعرفكم على العربيه دي بالتفصيل عشان هي مستخبيه ومحدش واخد باله منها. جي اي سي امكو هي عربيه كروس اوفر كومباكت، كروس اوفر مدمجه، والفئه دي من العربيات عاده فيها منافسه كتير وفيها عك كتير، ولكن العربيه دي واحده من العربيات اللي ما حدش بياخد باله منها قوي. اولا عشان جي اي سي لسه جديده شويه على السوق المصري، ثانيا عشان العربيه ما حدش بيتكلم عنها كتير. ولكن العربيه دي مبنيه على نفس قاعده البناء بتاع اخواتها الاثنين اللي جربناهم قبل كده، امباو وام زوم، ودي عاده حاجه ما بتبقاش كويسه في ان الشركات الصيني بتجمع عربيات كتير جدا على نفس قاعده البناء عشان توفر فلوس. بس في الحاله دي هي حاجه كويسه عشان انا جربت العربيتين التانيين وعارف ان هم مميزين جدا، وعشان كده عايز اكلمكم عن العربيه دي. العربيه دي بتنزل السوق المصري بثلاث فئات، اسعارهم 1.270 مليون، 380 مليون، 480 الف جنيه. ولو عايز تعرف تحديثات الاسعار والفرق بين الفئات ممكن تبص على موقع هتلاقي من اللينك اللي تحت تعرف منه كل التفاصيل والاسعار المحدثه يوميا للعربيات. ولو جبت العربيه دي او اي عربيه ثانيه وعايز تحمي الدهان بتاعها وتخليه يحتفظ برونقه ويفضل دايما بيلمع وشكله جميل كده ويحميه من المشاكل بتاعه الشارع والطريق، فممكن تبص على اللينك بتاع كاربرجيني وتعرف عنهم اكتر عن افلام الحمايه. تعالوا بقى نتكلم على العربيه دي بالتفصيل. جي اي سي امكو هي العربيه الموجهه للعائلات، العربيه الموجهه للناس اللي بتدور على عربيه مريحه وعربيه فيها فيتشرز كتير وعربيه واسعه من جوه. ولكن تحس العربيه عندها مشكله كده في الهويه. جي اي سي عامه شركه من الشركات اللي عندها تصميماتها الخاصه بيها، تحس انها مش شبه حد قوي، ومع ذلك تحس ان هم شويه مش ظابطين الموضوع. يعني مثلا العربيه دي تصميمها هجومي ورياضي جدا، كل حاجه فيها بتتخانق كده مع الناس اللي قدامها، برغم ان هي عربيه هاديه ومريحه وناعمه وملهاش في شغل الجنان بتاعهم ده. الحاجه الثانيه كمان ان برغم العربيه فيها جنوط 19 لان البروفايل بتاع العجل كبير والجنط نفسه شكله هادي كده. وطبعا الروشنه بتاعه جي اي سي مكمله زي ما هي في الاوكر اللي بتطلع لبره بتاعه العربيه، بس هي دلوقتي طبعا عشان احنا بنصور مش تطلع لبره وده امر طبيعي جدا. المهم يعني لما بتفتح البيبان وتخش جوه العربيه بتاخد بالك من كذا حاجه. اول حاجه فيهم ان اللون الاخضر مسيطر على العربيه جدا من جوه، كل حاجه فيها لون اخضر. وتاني حاجه ان العربيه كل حاجه فيها مدوره، يعني مثلا ادوات التحكم مدوره، الحته بتاعت اللي بتعلي وتوطي منها التكييف برده مدوره، في كده حتت مدوره حوالين الدركسيون شبه شويه عربيات لكزس ولكن معموله هنا بخامه نظيفه وشكلها كويس قوي. تاني حاجه العربيه شاشتها الرئيسيه 10 بوصه مسيطره على الكونسول الوسطي من النص. العربيه فيها ابل كار بلاي وايرلس، مش عارف فيها اندرويد اوتو وايرلس ولا لا، ومش عارف اصلا فيها اندرويد اوتو ولا لا لان انا برضه دورت عليه ما لقيتوش. ولكن عامه لو انت معاك موبايل ابل هتبقى مبسوط في العربيه دي لانك مش محتاج توصل كابلات ولا اي حاجه. الكونسول اللي في النص مقسوم نصين، نص فوقاني ونص تحتاني، والكريستاله بتاعت الفتيس شكلها حلو جدا. ونفس الدركسيون المعتاد بتاع جي اي سي، وراه لوحه العداد ديجيتال، وللمره دي بقى هنا بيتغير فيها المودز او التصميمات بتاعت العداد لكذا تصميم. الحاجه اللي بعد كده هي الكراسي. الكراسي العربيه مريحه جدا، الكراسي كهرباء سواء للراكب او للسواق، وكمان فيها تبريد بثلاث درجات في كل كرسي منهم، فالموضوع ده جامد جدا. التكييف في العربيه فتحاته كبيره جدا وماشيه مع التصميم، والعربيه فيها امبيانت لايت من جوه شكله حلو. غير كده بقى عندك العربيه فيها بانوراما وفيها شاحن وايرلس، ما اظنش ان كده ناقص حاجه جوه العربيه. المساحات الداخليه كمان ممتازه، المساحه اللي قدام واسعه جدا ومش تخبط في اللي جنبك خالص، وحتى المسند بتاع الايد ياخد اتنين مرتاحين جدا. والمساحه اللي ورا مساحه الارجل فيها كبيره قوي عشان قاعده العجلات بتاعت العربيه كبيره 2 متر 750، فممكن ثلاثه يقعدوا ورا مرتاحين، او ممكن اثنين يقعدوا كل واحد يحط رجل على رجل، او ممكن اربعه كمان في الخروجات والزنقات والمصايف والحاجات دي. فالعربيه من ورا واسعه جدا، والاهم العربيه فيها مساحات تخزين كتير ومساحه تخزين رئيسيه من ورا. طبعا الشنطه كده كده في العربيه كهرباء، ومساحه تخزين رئيسيه بتشيل 410 لتر، بس هي شكلها بتشيل اكتر من كده، يعني تحس ان هي الدخله بتاعت الشنطه والمساحات اللي فيها تشيل حاجات اكتر من كده. بس دي النقط المميزه جدا في العربيه وبتخليها عربيه عائليه ممتازه. تعال بقى نتكلم عن تجربه السواقه عامله ازاي.
اي شركه عاده لما بتعمل عربيه عائليه ما بيبقاش في دماغها قوي موضوع تجربه السواقه ده، بيبقى التركيز الاكبر على المساحات وعلى الراحه وعلى الحلول الذكيه اللي مناسبه للعائلات. ولكن لما بيبقى كمان مع الموضوع ده تجربه سواقه حلوه بيبقى اضافه جميله جدا. يعني مش فكره ان الاب اللي قاعد قدام ده هو يا دوبك بس دفع فلوس عشان خاطر يلم العيال في عربيه واحده يقعدوا مرتاحين ويسافروا مرتاحين، ان هو كمان مش من حقه ان هو يسوق العربيه ويتبسط بيها لما يكون لوحده. فامكو واحده من العربيات دي، واحده من العربيات العائليه اللي بتقدم كمان تجربه سواقه كويسه. ودي مش حاجه غريبه على العربيه، لان عربيات جي اي سي كلها بتقدم تجربه سواقه ممتازه جدا. والعربيه دي مبنيه على نفس قاعده البناء اللي مبنيه عليها العربيتين اللي جربناهم قبل كده من جي اي سي، وهم امكو وام زوم. فمش غريب ان يطلع منها تجربه سواقه كويسه، خصوصا مع نفس الموتور الفتيس. الموتور الموجود في العربيه دي هو الموتور الاربعه سلندر 1500 سي سي بقوه 170 حصان وعزم 270 نيوتن متر، مع فتيس دي سي تي ديول كلاتش ويت من 7 سرعات. طبعا ارقام الاداء الرسميه بتاعه الموتور والفتيس والمنظومه دي كلها مش متوفره كعاده كتير من العربيات الصينيه، ولكن هحط لكم الرقم بتاع التسارع من تجربتنا على الشاشه دلوقتي وانتوا تتفرجوا على التجربه. طيب الاداء في العموم عامل ازاي؟ الحقيقه ان العربيه دي عربيه نشيطه جدا، برغم ان العربيه وزنها كبير، وزنها معدي الطن ونص، لان ده ما بيحسكش خالص ان العربيه تقيله في حركتها. بالعكس العربيه نشيطه جدا، او الموتور نشيط جدا في الطلعه بتاعته. العربيه بتطلع العزم بتاعها على ار بي ام قليل من اول 1400 لفه، فده رقم بدري قوي. التربو لاك في العربيه اقل ما يكون، فالعربيه طلعتها نشيطه جدا وقويه جدا وما بتحسش خالص بوزنها وهي طالعه. تاني حاجه ان الموتور اداؤه مستمر طول الوقت، ما بتحسش فيه فجوات، ما بتحسش ان هو بيجي في اوقات معينه ويعجز، ما بتحسش ان هو بيبوظ منك مثلا على الهاي ار بي ام او الميد ار بي ام. بالعكس الموتور من اول تحت لغايه فوق شغال معاك كويس قوي في كل المواقف اللي ممكن تتحط فيها، بيأدي معاك بشكل ممتاز. وبيعزز ده كمان الاداء بتاع الفتيس. الفتيس لو كان موجود في العربيه دي هو الموجود في العربيات اللي فاتت اللي احنا جربناها، وانا كان عندي شك كبير ان هو مش فتيس صيني خالص، لان الصينيين عندهم شويه وقعات كده في موضوع الفتايس. وطلع في الحقيقه فعلا ان الفتيس ده تطوير مشترك ما بين شركه جي اي سي وما بين شركه ثانيه المانيه، ففعلا في لمسه المانيه في الموضوع. الفتيس ده تميزه الاساسي في انه بشخصيتين زي ما اتكلمت عنه قبل كده. اول حاجه وانت سايق العربيه على الكومفورت او الايكو، الفتيس بيبقى بطيء شويه في النقلات، ولكن بيديك سلاسه كبيره جدا، بيديك نعومه كبيره جدا سواء في الطالع او في النازل. لان عاده الفتايس الدي سي تي في النقلات الاولى والثانيه خصوصا في النازل، خصوصا وهو بارد، بتبقى خشنه جدا. ده مش موجود هنا خالص، الفتيس ناعم جدا في كل احواله. وعلى العكس تماما لما تحط الفتيس على وضعيه السبورت، العربيه بتبقى استجابتها حاده جدا، سريعه جدا، النقلات الديلي ما بينها اقل ما يمكن. العربيه بتبقى متوحشه قوي في انها تديك احسن اداء عندها وانها تديك احسن استجابه عندها. وعلى النقيض خالص العربيه مع كل الاداء كويس ده، استهلاك البنزين فيها معتدل جدا. العربيه بتافريج 8 9 لتر كل 100 كيلومتر على السرعات المتوسطه، على الطرق السريعه، على السواقه المنتظمه العربيه ممكن تطلع كمان معاك 7.5 لتر كل 100 كيلومتر، وده استهلاك بنزين هايل في عربيه بالوزن ده وبالحجم ده. وعامه جي اي سي شركه من الشركات الصينيه القليله جدا اللي بتهتم قوي باستهلاك البنزين في مواترها. استهلاك البنزين في كل عربياتهم اللي جربتها حتى الان ممتاز بالنسبه للفئه بتاعتهم، فدي نقطه مميزه. بعد كده نيجي للثبات ولنظام التعليق. الحقيقه نظام التعليق عاده في العربيات العائليه بيميل اكتر للراحه، ومع موضوع الراحه ده هتسمع بقى كلام زي ان والله العفشه بتميل يمين وشمال، والله العربيه بتتنطط شويه، والله العربيه ثباتها مش قد كده. ولكن الحقيقه ده مش موجود في العربيه دي خالص. على الرغم من ان نظام التعليق في العربيه بيميل الى الراحه بحد كبير، على الرغم من ان عامه كراسي العربيه بتقدم تجربه مريحه جدا، على الرغم ان بتاع الميكروباص ده كان عايز يخبطني، الا ان استجابه العربيه في موضوع نظام التعليق ممتازه، موزونه جدا ما بين الراحه وما بين الثبات على السرعات. العربيه ثباتها ممتاز على السرعات، حتى السرعات العاليه العربيه ثباتها ما بيتغيرش سواء كانت فاضيه او كانت مليانه وفيها ركاب كتير، ودي نقطه برده مميزه كتير من العربيات العائليه للاسف بتقع فيها. العربيه قدرتها على المناوره كويسه جدا بالنسبه لحجمها. طبعا مش عايز انك تظن من كلامي ده ان العربيه ما هياش بتميل بجسمها، لا، الجسم بيحصل فيه ميلان عادي جدا. العربيه لو قرصت عليها جامد في ملفات ممكن يحصل فيها اندر ستير، وده امر عادي جدا. الفكره بقى ان انت اصلا مش مستني منها الاداء الرياضي، مش مستني منها الاداء المتميز، ومع ذلك هي بتقدمه لك. الموضوع زي انك تكتشف واحد بتاع طرش جامد جدا وبعدين تكتشف ان هو بيعمل حواوشي، فتجيب منه حواوشي عشان بس توفر وقت وما تروحش لواحد تاني، فتكتشف ان الحواوشي بتاعه جامد جدا، وبعدين لما تسال على اسمه يطلع اسمه مثلا محمد سعد حواوشي، تكتشف ان دي شغلانته الاساسيه. ده اللي بيحصل هنا. هي دي عربيه عائليه وانت مش مستني منها تجربه سواقه حلوه ولكن في الاخر تكتشف ان كل عربيات جي اي سي تجربه السواقه بتاعتها حلوه، فالعربيه دي بالتبعيه تجربه السواقه بتاعتها برده حلوه قوي. العربيه زي ما قلت لك
ايا كان شخصيتك، ايا كان اللي انت بتدور عليه، هي هتقدم لك تجربه سواقه ممتازه جدا ومميزه جدا في كل الاوقات. وده لا يعكس تماما عدم راحه، بالعكس العربيه مستوى الراحه فيها هايل قوي. الحقيقه ما عنديش اي تعليق سلبي على مستوى الثبات او نظام التعليق اللي موجود في العربيه. بعد كده نيجي للعزل بتاع الصوت. العربيه فيها عزل صوت هايل على السرعات البطيئه. عزل الصوت بتاع الضوضاء الخارجيه ممتاز جدا. عزل الصوت بتاع اصوات تفاعل العفشه مع الطريق هايل جدا. العربيه بتعزل صوت الهواء على السرعات العاليه بشكل كويس الى حد كبير. طبعا كده كده لما السرعه بتزيد الشكل بتاع العربيه والسقف العالي بتاعها والحاجات دي بتخلي صوت الهواء مسموع الى حد كبير، ولكن دي حاجه موجوده في كل العربيات، يعني محتاج تطلع ليفل تاني خالص عشان ما تحسش بالموضوع ده. فالعربيه عامه مستوى عزل الصوت فيها ياخد على الاقل 7 8 من 10 او يمكن 8 ونص من 10 كمان. مستوى عزل الصوت فيها كويس الى حد كبير. واخيرا التكييف. تكييف العربيه اداؤه هايل وممتاز، واداء ما شفتوش من فتره كبيره جدا في عربيات ايا كان بقى صينيه او غير صينيه. فتحات التكييف واسعه وكبيره جدا، توزيع الهواء بتاعها ممتاز، كميه الهواء بتطلع منها ممتازه. التكييف بيبرد الكابينه بسرعه جدا على الرغم من ان الكابينه بتاعت العربيه كبيره. حتى وانت فاتح البانوراما زي دلوقتي والشمس داخله نقحه العربيه من جوه، العربيه بتبرد بسرعه جدا. كمان فكره ان العربيه فيها ريموت ستارت، فانت ممكن تدورها من البيت وتشغل التكييف قبل ما تنزل، بتخليها حاجه هايله. وفكره كمان ان في تبريد في الكراسي للسواق وللراكب اللي قدام، والتبريد ده ممكن تظبطه على 3 سرعات مختلفين او تخليه سمارت، هو يظبط السرعه بتاعته مع نفسه. تكييف العربيه تكييف ممتاز 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 في كل الاحوال، ومن احسن واكتر الحاجات اللي عجبتني في العربيه دي التكييف بتاعها. ونيجي بعد كده للامان. الامان في العربيه دي مفيش اختبارات امان ممكن نتكلم عنها، فهنتكلم عن التجهيزات. العربيه بتيجي في اول فئه ب2 ايرباجز بس، وبعد كده الفئه الثانيه والثالثه بتيجي ب6 ايرباجز. اول فئه دي نقطه سلبيه كبيره جدا 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 في تجهيزات الامان، موضوع انها بتيجي 2 ايرباجز ده في عربيه بالحجم ده، عربيه انها عائليه، دي حاجه ما عجبتنيش خالص. ولكن كده كده نصيحتي ليك اصلا ما تجيبش الفئه الاولى في العربيه دي، يعني هتجيبها يا تجيب الفئه الثانيه يا الثالثه، لان هم دول اللي فيهم الدلع كله. طيب وعلى الرغم من ذلك من اول الفئه الاولى كل انظمه الامان الالكترونيه تقريبا موجوده. عندك اي بي اس منع غلق الفرامل، عندك اي بي دي توزيع قوه الفرمله على العجلات، عندك اي اس بي نظام ثبات الكتروني، عندك هيل ستارت اسيست موجود في كل الفئات تقريبا، عندك تي بي ام اس نظام مراقبه ضغط الاطارات، عندك بريك اسيست موجود في العربيه. فكل الانظمه المعتاده دي موجوده في كل الفئات. وبعدين من اول الفئه الثانيه بيزيد معاك كمان نظام هيل ديسنت كنترول اللي هو بيتحكم في سرعه العربيه على المنازل، سواء بقى منازل المولات او نازل من الجبل او اي حاجه من الحاجات الشقيه دي. وبعدين عندك في الفئه الثالثه كمان الاكتيف سيفتي نظام الامان النشط، عندك نظام تحذير من التصادم الامامي فرونت كوليجن وورنينج، عندك نظام ايمرجنسي بريك، العربيه فيها فرامل طوارئ فبتحذرك لو في حاجه قدامها تخبط فيها، ولو ما استجبتش التحذير بتمسك فرامل لوحدها. عندك كمان نظام حفاظ على الحاره المروريه لين كيب اسيست، العربيه ممكن تخليك ما تخرجش بره الحاره. ومش بس كده بقى، العربيه عندها قدره هايله انها توصل نفسها في الحاره. يعني في عربيات بتفضل تلق كده جوه الحاره، تيجي على الحرف هنا ترجع، تيجي على الحرف هنا ترجع. العربيه دي مش كده خالص، العربيه دي بتمشي في نص الحاره بالظبط وبتظبط نفسها ايا كان الملف ايا كان السرعه. عربيه هايله في اداء النظام ده. العربيه كمان فيها نظام ادابتيف كروز كنترول، نظام مثبت سرعه تفاعلي بيخلي العربيه تتحكم في سرعتها مع العربيات اللي قدامك على السرعه القصوى اللي انت محددها لها. فالموضوع ده بيريحك جدا في السفريات وعلى الطرق السريعه. والعربيه كمان فيها نظام مساعده في حالات الزحمه، ان انت العربيات اللي قدامك وقفت تقف معاها، ولما اللي قدامك يتحرك العربيه تتحرك معاه تلقائي، فده بيريحك بشكل كبير في الزحمه لو عرفت تستغله صح. فانظمه الامان اللي موجوده في العربيه متطوره جدا وهايله جدا، والاهم انها شغاله بكفاءه ممتازه جدا. طيب الخلاصه في جي اي سي ايمكو. ايمكو عربيه عائليه بامتياز، بس مش بس كده، هي عربيه عائليه بتقدم تجربه سواقه هايله جدا، بتقدم قيمه مقابل سعر هايله جدا. وانا عارف ان في ناس كتير هتزعل قوي من الكلمه دي، يقول لك العربيه ب1.5 مليون مش رخيصه، بس انت حقيقه لو بصيت لكل المنافسين بتوعها اللي بيقدموا نفس التجهيزات دي بنفس المساحه دي بنفس الحجم ده بكل الحاجات اللي موجوده فيها دي، هتلاقي ان سعرها احسن من كل المنافسين بتوعها تقريبا. وتقريبا قليل قوي من المنافسين دول اللي بينافسها في تجربه السواقه بتاعتها. فانا محتفظ برايي ان العربيه دي سعرها الحالي 1,480,000 جنيه، قيمه مقابل سعر هايله في وسط الفئه اللي موجوده بتاعتها دي. العربيه بتقدم زي ما قلت لك تجربه سواقه هايله، بتقدم مستوى امان هايل في الفئه الثالثه من العربيه، فيها مستوى تجهيزات تقني كويس جدا، مستوى رفاهيه عالي جدا. يمكن نختلف على شكلها من بره، خصوصا شكلها من ورا، المنشر اللي معمول ده والشكل ده عامه بتاع ورا ده انا ما بحبوش خالص يعني. ولكن بالتاكيد كل ما تقعد جوه العربيه هتنسى خالص الشكل اللي ورا ده، وهتستمتع بتجربه سواقه هايله جدا. وطبعا في ناس بتحب كده الشكل بره عشان شكله ملفت جدا. تشتري العربيه دي امتى؟ تشتري العربيه دي لو انت عايز عربيه تجربه سواقتها حلوه، عايز عربيه عائليه، عايز عربيه شنطه كبيره مساحتها واسعه، عايز عربيه متقدمه جدا تقنيا، عايز عربيه متطوره جدا في الامان،
عايز عربيه مختلفه، عايز عربيه قيمه مقابل سعر. ما تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت مش مهتم خالص بموضوع العائليه والمساحات، وعايز عربيه تجربه سواقتها حلوه وادائها حلو، فممكن تروح لاخواتها الام زوم او الام باو. او لو انت هتشتري الفئه الاولى من العربيه، من رايي لا، العربيه دي ما تتجابش فيها اولى خالص، مش هتستمتع بالتجربه بتاعتها، او ان انت عامه مش عاجبك شكل العربيه. دي الحالات اللي ممكن ما تشتريش فيها العربيه دي. بس كده كل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن جي سي يمكو. لو عندك اي اسئله ثانيه على العربيه ممكن تكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله ارد عليها، وقول لي مين اهم منافسين العربيه دي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، وتتابعونا على كل القنوات بتاعتنا الثانيه اللي موجود لينكاتها في الكومنتات عشان تشوفوا بقيه المحتوى عن العربيات. شكرا ان انتم اتفرجتوا على الفيديو، سلام.